لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني حفصة السيودو لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان فمن بس رزامن دي رب العالمين وهي وادالم اوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله خوشوستان لآتي بيشو ترخواي ورباسي لوكر كوان لخوان وهندك شت حرام دكن كخوا سبحانه وتعالى حرام نكرديه يتلير دا باز لو دك أويك رب العالمين حرامي كرديه بريتين لو تنشتا وكل تفسير مع التفكر دله وفي هذه الآية حصر للمحرمات أو تحصري هم أو محرماتان كرديه التي حرمه الله الرب جل جلاله في كليات 5 كواتا أويك وخواي جور حرامي كرديه بريتين لبينز أساسيات هي كليات أصول في كل رسالات الله السابقات لبني آدم وتلاها مش شريعة كان بيشو أو بينشتا خواي جور حرامي كرديه وهي مستمرات التحريم بحكمة الله يتر أو بينشتا هل سرتا خواي جور هر شريعتيش نادبي لبو هر سينك لبشريت أو بينز أصولي حرام كرديه وبردوامش أو حرام كردن لا تتعرض لنسخ منسوخيش نية نسخ نابته وبردوام أو بينشتا حراما يتركات كذا فرمي إنما قل إنما حرم ربي إنما أداة حصرة بمعنى ما وإلا فمعنى إنما حرم ربي ما حرم ربي إلا كواتا إنما حرم ربي الفواحش واتا ما حرم ربي إلا پروردگار من هيش تيش حرام نكذا إلا أو بينشتا نبي والحصر يستلزم نفي غير المحصور كواتا تنها بينشتي حرام كده غير أو خواهي قول حرامي نكرديا إتر بيداده أو أوشتان كخواهي قول حرامي قل إنما حرم ربي الفواحش يكم شد كخواهي قول فرمي حرامي كرديا تسيا الفواحش أي ما تفاحش قبحه من الذنوب أي تزايد واتا أو قناه تاواناني كوا قباحتيان زورا أو بيقول فاحشة وهي الكبائر وتقناه تاوان قوركان وبالتايبتج وهي ما تتعلق بالفروج أو قناه تاوان قوراني كوا بيوستبا بفروج أو كوا بدامين أنزام ددري واتا وكو زنا وكو عمل قوم لوط وكو أو بابتاني كوا بدامين أنزام ددري أو بيقول فواحش يتر يكم شد خواهي يقول كحرامي كده فواحشة يتدفن ما ظهر منها وما بطن أو بأشكرا ذكره أو بنهيني ذكره أي ما جاهر به بعضهم بعضا وما ستره بعضهم عن بعض وأتأوي كوا بأشكرا ذكره أو كوا بنهيني ذكره وكان دقل زانان دفنون بتايبتي كوا كتمان أو فاحشة أو قناو تاواناني كوا دامين ذكره بتايبتيش الزنا ياخذ عملي قوم لوط يتر جيجاي رسمي هي جيجاي عام هي جێگای عام هەیە کەەوە ئەو شتانی تێدا ئەنجام دەدرێت بە ئاشکرا و جێگای تایبەتیش هەیە و جێگای تایبەت هەیە بە نهێنی عیلاقەیەکی سڕی خوا پەناماندا لەگەڵ ئافرەتێک هەیە ئەو کارە قێزەونەی لەگەڵ ئەنجام دەدا یاخود عەمەلی قەومی لووت لەگەڵ یەکتری ئەنجام دەن کە بەداخەوە یعنی ئەو شتەش ئێستا ڕەوازی پێدەدرێ و لە زۆرێک لە وڵاتان ڕسمیەت و شەرعیەتی قانونیشی پێدەدرێ خوا پەنامامدا.
بەڵێ ئەوجا ما ظهر منها وما بطن واتە ئەوەی کە لە جێگا ئاشکرا دەکرێت ئەوەی بە تەنها دەکرێت یاخود وما ظهر من أفعال الجوارح بەو شێوەش لێکدرایەوە ئەوەی کەوا بە ئەندامەکان بە ئاشکرا ئەنجام دەدرێت وما بطن من أفعال القلوب یاخود ئەوەی کەوا لە ناو دڵ و دەروونە لە ناو دڵ و دەروونە وەکو با بڵێن عزمی دەکاتن لەسەر فاحشە وەکو لە مەعارج تەفەکر دەڵێ وقد يلحق بما بطن من الفواحش دەڵێ ملحق لە بۆ ئەو فاحشانەی کە باتینە چییە؟ تەمەنی الفاحشە وئیرادەتها کەسێک زۆر بەجددی لە دڵەوە تەمەنای ئەنجامدانی فاحشەی بکە لە دڵ و دەروونەوە تەمەنا بکە فاحشە بکاتن وئیرادەتها ئیرادەشی هەیە مع عدم التمكن من ممارسة بەڵام توانای نییە ئەنجامی بدا مانیعێک هەیە ئەنجامی بدا کەواتە لە دڵ و دەروونەوە تەمەنا دەکا و ئیرادەشی لۆ دروست بۆکەوە فاحشەی بکە بەڵام مانیعێک دروست دەبیکەوە مانعك دروز دەبیتن کەوا ئەنجامی نەدا فإرادة المعصية التي يمنع من تحقيقها مانع خارجي كات كسك ولا ضلو درونو تواو نيتي كر إرادي كر كوا فاحشيك أنجام بدا بلا مانعك خارجي هبو كوس بيش خارجي هبو لنا قراكوا أو فاحشي أنجام بدا تساوي ارتكابها فعلا وكو أويكوا بفعلي أنجام دا وهذه الإرادة الجازمة كسيكوا إرادة شيء بعض التواوي كلنا ضلوا دروني مع وجود المانع الخارجي لكاتك دا مانع خارجي هي من الفواحش الباطنة وياك لو فاحشانك وبباطني أنزام تدري أويش قد غيلك ما ظهر منها وما بطن كواتا بودو شوي لك دريتوا خوتن لفواحش بباريزن بتابت قلت ما أقولنا وتوانانك وبدامين أنزام تدري أوي بأشكرا ذكري أوي بنهين ذكري وهروها أوي بأشكرا ذكري بأندامكان لا شبه فعلي أنزامي دا وياخذ أوي كوالا ضلو درونه بفعلي تمناي فاحشدك وإراديه بلام دا صلاتي أنزامي بداتا أوي شان بهماشيو فاحشة وخواي قول دفن بخوتان لي باريزن كواتا يكم شد كخواي قول حرام كده فواحشة دوام والإثم إثم تيا أي ما يوجب الإثم وتهر كردوي كواتوشي قناه بكا وهو عام لكل ذنب همو قناه هيك طبعا دقريتوا وذكره للتعميم بعد التخصيص وذكره للتعميم بعد التخصيص كواتا فاحشة لازم قناها كان يترخوا يقول فواحشي حرام كرديه وقناهشي بقشتي حرام كرديه فاحشش بشيك لقناه فاحشش بشيك لقناه بلان قلت ما تايبت بو فاحشاني بو كردو خراباني كوا بدامين انزام ددري ادلبرتسي لو بتايبت باسكر باشان قناهي بقشتي باسكر دفرمي لبروي ان الاثم هندق لزانان طبعا وذكروا التعميم بعد التخصيص لبقوا كوا تيمان بقينتن كوا براسي قناه كان هموي قورن بتايبتيش فواحش لناويان اواني كوا بدامين انزام ددري هندق لزانان يجدلين ان الاثم هو الخمر هندق لزانان دلين ليرة او اثم زيادة بمعنى خمر عارق ديتن وهو منقول عن ابن عباس والحسن وكو رأي او دو برزيت ده وذكره اهل اللغة كالأصمعي وغيره أصمعيش وكو أهل اللغة يشهد أو رأيه قال الحسن ويصدقه قوله تعالى قل فيهما إثم كبير تفرمي بلقي بوين دينتو حسن ضلي خواي جورة سبحانه وتعالى سورة البقرة كباز لا خمر ميسر دك باز لا عرق قمار دك تفرمي فيهما إثم كبير عرق وهروها قمار جناه زور جوريت دك واتلي ضلي بتايبت ما بستك عرق بلام رأي راجح ويا إثم بقشتي همو جناح كان دقريته كواتا كفاحشة بتابتي باسكت أو زار بعام ده بفرمي همو جناح خواي جورا حرامي كرديا يترك أيام بتابت بازكال بروي كواسرنز ما رابط شيء كجناح هيك زور جوري لا معارج تفكر ده إثم وكو لسورة الأنعام دفرميتا بيان أن الإثم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن كواتا دفرمي هر وكلا سورة الأنعام إشارة بيدا لآياتي بنزاو بينز دفرمي إثميش جناه تاوان هي الظاهرية بأشكالاتك هي باطنية وكو دفرمي وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
خی گەورە لەوێن دەردەفەرمی وەذەڕوا ظاهر الإثم وباطنه واز لە هەموو گوناه و تاوانەکان ئەوەی بە ظاهری ئەنجام دەدرێ ئەوەی بە باطنی ئیتر کەواتە ئیثم ظاهر و باطنی والإثم في اللغة الذنب ئیتر إثم بمعنى ذنب هردوشان بمعنى جناه دي لزماني كردي وقد نظرت في النصوص القرآنية التي جاءت فيها مادة الإثم تمشام كل نص قرآني كان أو كواباز لإثم ذكاء فظهر لي أن الإثم مستعمل في القرآن للدلالة على جميع المعاصي كبائرها وصغائرها وبين كواتل القرآن فيروس إثم لبوه همو جناه كان بقشتي بكاره هندرا أو إذا جناه كبيرة بي أخو صغيرة بي همو أوي كوال نوانيشان داهيا التروك قتمان يكم زار فاحشة بتايبتي دوم زار إثم بقشتي همو يخوي جور حرامي كده الظاهر بيان باطن بي لدواي أو دادا فلم والبغية أوي كوخوي جور حرامي كده بغي أي الاستطاعة على الناس وظلمهم كواتا أوي كواخوي جور حرامي كرديا عيني داز دريجي كردنا سر خلشي وستم وظلم وستم كردن ليان بغي واتا ظلم كردن داز دريجي كردنا سر خلشي إنما أفرده بالذكر مع دخولي فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه لسا وكوت ما إثم كواجشتية فواحش بشكل إثم وبغيش بشكل إثم كبتايبتي باز لوانا دكاتن ديار لبروي كوا أوانا بتايبتي أوانا زور خوتان ليه بباريزن ظلم يعني بغي ظلم كردن لخلشيو واروها سنور بزاندنو دزريج كردنا سريا وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه تميز من بين حتى عد نوعا مستقلا كواتكاتي كوا البقشتي دفر مخوتان له مقنا خام بارزا بتايبتي لبغي وكأن ما تيام قالوا زور قدنقا بتايبتي خود لا بغي ببارزة لظلم كردن لخلشي لبروي براستي قناه تاوان وكو معلومة كوا قناه لبيني بندو لبيني خواه سبحانه وتعالى حقي خلشي كتي داني زور مزايل تيدا هي خوای يقول لي خوش بي بلام كاسه كوا قناهك دكا هم سنوري خوای بزاندية هم تعداي لخلق خوای قورش كردي خوای قور قد لي خوش نبي تا مقر أو كسا لحق خوي خوش بي والبغي بغير الحق وظلم كردن بنا حق بغير الحق دلي أوش تأكيد لمعنى كيدا كاتوا كوا دائما والبغي بغير الحق دائما بغي وظلم كردن بنا حق كوا حالتي اعتيادي وآسايي لا ظلم دا أوي كوا بنا حق أو ظلمي كوا بنا حق ذكره بهيج شيء خواي قورا لي خوج نابي وحرامي كردي هندج دان البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا كان بسبب جائز في الشرع دلي أجر بسبب شيء جائز بولا شرعا أو أجر شيء ظاهرا ظلما بلام جائزة وكتي كالقصاص وكت ولا ورقرتنا وكسي بنا حق كشتيا بكجرته ظاهرا أجر نزاني دري وظلمة بلام أو ظلم نية أو طول سنوية إلا أنه مثله لا يسمى بغيا حقة بل مشاكل بلام لحق ده أجر تي أويكا بنا حق كسيش كشتي ودا كجرته ظاهرا بظلم درايا بلام ظلم نية بغي نية بس المشاكلة شي لفظية أجنا طول سنوية بحق هيتي لسر نية كواتا أويكا خواي يقول منعي كده بنا حق بحق ورقتن هيز اعتيادية وكل تفسير معارج دل وجاء تقييد البغي بغير الحق كاتك وخواي يقول تفهمي وبغيش خواي يقول حرام كذا كبنا حق ذكره لإخراج ما قد يسمى بحسب الظاهر بغيا تاوك أشتك وظاهرا ببغي دادندري ليلا بدري لحقتش دا كوا أو كوا زور زار هي هندك شد كري كوا ببغي وبظلم دادندري بلام ظلم نية ليه بغير الحق فالمو وكتسا قيام بعض أولياء الأمور ضمن اجتهاد مقبول شرعا بتصرفات يقصد بها تأمين الناس أو تأمين الدعوة إلى الله وهذه التصرفات قد يسميها الناس بحسب الظاهر عدوانا وظلما وبغيا هندك زار أولياء الأمور يعني ولي أمر أو إذا صلاة دار هندك شدك باجتهادك وشرعا مقبولة تاوكو لنتيجة تأمين جياني أو خلقي بك تاوك تأميني دعوة بانجواز بك لبولاي خواهي سبحانه وتعالى حسب ظاهر خلقانك ولا قضيكتينجن بظلم وبتعدي دزانا بلام لحقتش دا لقمع أهل المكر والكيد
الذين يبغون الشر والفساد في الأرض. كواتە مەسەلەن لە بۆ نمونەکە دەسەڵاتدارێکە بە شەرعی خوا حکوم دەکاتن ئەوانەی کەوا پیلان دەجێڕن لە بۆ ڕووخاندنی ئەو دەسەڵاتەی کاتێک ئەو دەسەڵاتدارە بێتن دەستیان بگری و یاخود سزایان بدا ظاهرا کەسانی کەوا بە سادە و ساکەت تەمشا قەزەکەن دێنەوە زوڵمیان لێ دەکات بەڵام لە حەقەدەوە زوڵم نییە لە نەتیجەدا ئەگەر ئەوانە دەستیان نەگیرێ و ئەگەر ئەوانە سزا نەدرێن ئەوە لە نەتیجەدا ژیانی خەڵکی تێک دەچی دعوە و بانگەواز ڕادەوەستی ئیتر کەواتە تاوەکو ئەو حاڵەتانە جیا بکرێتەوە ومن البغي ما هو ظاهر وباطن لأنه يدخل في عموم الإثم كواتا لناو بغيش هي كات كواخاي يقول بغي حرام كردية بقشتي دفن تعدى كردنيش ظاهري وباطني هي ومما بطن من البغي تدبير المكائد الخفية كواتا لبغي ولتعداي باطني ئەوەیە کەوا لە دڵ و دەروونەوە تو پیلان بجێڕی دژی کەسانێک بەنا حەق غەیبەتیان بکەی نەمیمە والسحر والحەسەد ئەوانە هەر هەمووی کەوا باتینیە نابیندرێ بە تایبەتی وەکو سحر و حەسوودی وەکو ئەو بابەتانی کەوا لە دڵ و دەروونەوە تو ئەو پەڕی ئیرادەت هەیە لە بۆ بە زەرەر گەیاندن بە فلانە کەس بەڕاستی ئەوەشیان هەر بە بەغی و بە تەعەدا و بە عدوان حساب ذكرك وخاي جورا حرامي كرديا ومما ظهر من البغي العدوان الصريح على الأنفس والأموال والأعراض أو يكوا بأشكال ذكرتنا طبعا تزريجي كردنا سر نفسه سر ماله سر أرز خلشي وبينه شهادة الزور والبهتان وأنواع الشتائم والسباب والاتهام الباطل يتشاهد دام بزور وبناحق بهتان بيكردن أنواع جويندان أنواع اتهام خصنا باركسانك كوا أو لو تهمة برينة أو أنا هموي ظلمة إتر خواي جورا بغي وظلمي بهموش شوازك حرام كرديا كوا أصل لهمو ظلمك بنا حقة قالوا يا خواي جورا سبحانه وتعالى فرميتين بغير حق إتر ديال آتك اشتدري زور تداما بلام لبرتوابون كاد دوستين بابشتوان رب العالمين لو أنا داتو ديني وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.